تعالَ أقول لك ليه ناس كتيرة جدًا بيغسلوا أسنانهم وبانتظام ويوميًا ومع ذلك برضه أسنانهم بتسوس. السؤال ده باتسأله كتير جدًا، يا دكتور أنا ملتزم جدًا في غسيل أسناني والله باغسلها، ليه بتسوس برضه؟ أعمل إيه تاني أكتر من إن أنا باغسلها كل يوم مرتين؟ تعالَ أقول لك تعمل إيه. الغلطة هنا يا صديقي إنك بتغسل أسنانك بالمعجون وبعدين تتمضمض بالمَيّة. المعجون ده لمّا عملوه خلّوا فيه مادة اسمها الفلورايد، والفلورايد ده هو المادة المسؤولة عن حماية أسنانك من التسوس وإن هي تخلّي طبقة المينا بتاعة أسنانك قوية جدًا وصلبة، فالتسوس يبقى صعب إن هو يخترقها وإن السنة تسوس. فلمّا تتمضمض بمَيّة بعد غسيل الأسنان بالمعجون، أنت كده غسلت الأسنان كلها من الفلورايد اللي عليها، وبالتالي ما استفدتش أي فايدة خالص من الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان. أنت أيوه استفدت لمّا غسلت بالفرشة وشِلت فضلات الطعام وبقايا الأكل اللي موجودة على أسنانك، لكن ما استفدتش بالشق التاني في الغسيل وهو معجون الأسنان، واللي هو الفلورايد اللي موجود جوّه معجون الأسنان. طب يا دكتور عشان أستفيد أعمل إيه؟ هاقول لك تعمل إيه يا سيدي. اغسل أسنانك كويس جدًا بالفرشة والمعجون، وبعد كده ابصق كل المعجون اللي موجود في بُقّك مرّة و2 و3 لحد ما تحس إن خلاص ما بقاش في أي معجون موجود في بُقّك وبس، وما تتمضمضش بالمَيّة ولا تشرب مَيّة لمدة نُص ساعة علشان الفلورايد اللي موجود في المعجون ده يفضل موجود على طبقة المينا بتاعة أسنانك، فسنّك يمتص جزء منه ويشكل طبقة حماية ودرع واقي لأسنانك من التسوس وأسنانك تفضل سليمة. جرّب الموضوع ده بنفسك وهتشوف الفرق مع الوقت هيبقى عامل إزاي. ولو أول مرّة تعرف المعلومة دي وتستفيد منها ما تنساش تعمل حاجتين، أول حاجة تشيّرها لحبايبك كلّهم علشان يستفيدوا منها هم كمان، والحاجة التانية تعمل لايك للفيديو وfollow للpage على إنستجرام أو فيسبوك، ولو أنت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب واستنانا فيديو جديد بمعلومة جديدة. كان معكم دكتور عبد السلام محمد وإلى اللقاء.